السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر محزن عن وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي غرقا. أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة إنها تلقت خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف وهي حاليا في طريقها إلى مستشفى العالمين. كما أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة أكد خبر الوفاة. فيما بعد أكد الدكتور أشرف زكي وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف غرقا. وتوفي عبد الله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي أمس أثر تعرضه للغرق في قرية بدر بالساحل الشمالي. وعن تفاصيل أكثر من هو عبد الله حسن يوسف، هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي. لدى عبد الله حسن يوسف 3 أشقاء هم عمر حسن يوسف ومحمود حسن يوسف ونريمان حسن يوسف. وكان عبد الله حسن يوسف بعيد عن الأضواء والوسط الفني ولم يظهر إعلاميا من قبل، وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقه محمود وشقيقته نريمان. ولكن عمر حسن يوسف الوحيد الذي سار على نهج والديه بعكس شقيقه محمود وشقيقته نريمان، حيث التحق بالمجال الفني ودخل عالم التمثيل وشارك في مجموعة من الأعمال الفنية. ويبلغ عبد الله حسن يوسف من العمر 35 عام، إذ أنه من مواليد 1988. ودرس عبد الله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت. وحرص المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف على نعي عبد الله أصغر أبناء شقيقه، إذ كتب على حسابه على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى أمس عبد الله حسن يوسف أصغر أبناء شقيقي الأكبر، تغمده الله بواسع رحمته، ونسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. وتفاصيل وفاة عبد الله حسن يوسف: وتعرض عبد الله حسن يوسف لإسفكسيا الغرق أثناء السباحة في قرية بدر بالساحل الشمالي، ونقل الجثمان لمستشفى العالمين بمطروح، وتم تحرير محضر اللازم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح. ونسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.